منشور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. المنشور يقول: أنا علي المياحي من الكاظمية، قبل 20 يوم صار وياي حادث، أنا منتسب انقلبت سيارتي والناس توقف يمي وتباوع علي وتمشي، وأنا بنص السيارة انتظر شلون راح اموت والنزف ماخذني والناس واقفة حولي تنظر علي. بهالاثناء اجى شخص طبق سيارته وقال لهم: ما تشيلون ايش بيكم؟ قالوا له: نخاف يموت ونبتلي. قال لهم: بس ساعدوني وخلوه بسيارتي ومالكم علاقة. يقول: اقترب مني ونظر علي وقال لي: صير قوي هسه دقايق ونصل المستشفى. يقول: فطلعوني وخلوني بسيارته وشد ايدي حتى يوقف النزيف، وطلع بي على سرعته المستشفى تكريت وما تركني، ومصاريف العلاج والاشعة والتحاليل كلها منه، لحد ما خبرت اهلي وجوي علي وما عافني للوحدة بالليل الا استقرت حالتي واطمئن علي. فهذا الانسان هو الاستاذ عمر القيسي من قضاء بلد محافظة صلاح الدين. بحثت عنه وتواصلت وياه وراح اتوجه له حتى نسمع منه شنو اللي صار وياه، وراجع لكم مع بعض المعلومات المهمة، فكونوا معانا. حياك الله الغالي استاذ عمر، حقيقة موقفك مشرف ويدل على انسان تعبان على نفسه، واللي مثل شخصك الكريم يستحق ان نسأله ونسمع منه. طبعا بالوقت اللي يفترض ان تكون عملية انقاذ انسان من الموت مبدأ من مبادئ الانسانية والرحمة، فشنو كان شعورك لما شفت الناس واقفة وامامهم انسان مصاب وما حد تقدم لانقاذه؟ حياك الله استاذ عمار، واشكر اهتمامك بهذا الموضوع. طبعا قبل لا اجاوبك على سؤالك حاب انوه على شغله بسيطه، يعني وانا قعدت الصبح لقيت تليفوني بكم هائل من الاشعارات على كل البرامج تقريبا. تفاجأت بصورتي منتشره على الصفحات. بصراحه خفت بالبدايه، يعني تعرف اغلب الشغلات السلبيه دا تنتشر قبل الايجابيه، فخفت من هالشيء. فبعدين تاكدت انه الموضوع صار له 20 يوم واني ناسيه، فمن ربطت الاحداث عرفت ان الموضوع يعني بالحقيقه جدا عادي. هذا الموقف وبسيط واي واحد ممكن يسويه واي شخص ما يعرفه. يعني ترى احنا العراقيين المعروف علينا هالغيره وهالنخوه وهالحميه، ونوقف للي يحتاجنا. خاصه احنا قضاء بلد بصلاح الدين، منطقه لها عاداتها العشائريه طبعا، واللي احنا نعتز بيها، كلها تحث على مساعده المحتاج. كيف ما انه هو شخص مصاب ودا ينزف، وانه ممكن انه حياته تنتهي اذا انت ما ساعدته فعلا. فاكيد هنا الواجب الاخلاقي والانساني والعشائري وكل الواجبات اللي عليك يعني تجبرك انه تساعده. من تنظر الموضوع من جانب ثاني راح تلقيها صعبه. يعني احنا كنا معرضين، تخيل يعني انت تتعرض لحادث سير وما حد يساعدك بسبب المخاوف من العشائريه والقانون، واللي هي اساسا مفاهيم مو صحيحه. فعلا. يعني قد يكون هذا الحادث تابع لاحد من اقاربك او اصدقائك، وانت بسبب انه دائما تتجنب وما تساعد، بعدين تسمع انه اي والله انا فتتني من الحادث وما ساعدت. فالندم هنا بشنو راح يفيدك؟ انت كان بامكانك ان تنقذهم مكان ما انه تتندم. زين استاذ عمر، انت من يعني نقذت هذا الانسان وصعدته بسيارتك ووصلته للمستشفى، شنو كانت الاجراءات بحقك؟ بالنسبه يعني للاجراءات اللي صارت، بالعكس والله القوات الامنيه تساهلت وياي، واكو من عندهم رافقوني يعني حقيقه، يعني بقوا وياي يعني قالوا انه هذا الشخص خطر على محافظتنا ما يصير نعوفه، فخاف انت وحدك تحتاج شيء، ويعني اصدق القول وياك انه بسياره الشرطه رحنا جبنا دم للمصاب من مركز من مصرف الدم. طبعا هاي شيمة العراقيين. زين استاذ عمر، شنو كان رد عائلة المصاب الاخ علي عندما يعني جو شافوك وعرفوا ان انت المنقذ؟ والله تشكروني بكل كلمات الشكر، يعني لدرجة انه من استقرت حالته والدته قبلتني وقالت له انه هذا فضلك ما راح انساه للموت، وراح ابقى ذكرك بدعائي. فالحقيقة يعني أنا هنا حسيت نفسي حصلت على فد كنز وتعويض على تعب اليوم كله. يعني الله يحفظها إن شاء الله ويحفظ لها علاوي، إن شاء الله تبقى علاقتنا دائمة ومستمرة. وبالإضافة إلى ذلك يعني أنا صار عندي أصدقاء من الكاظمية ورا البوست اللي نشر على السوشيال ميديا إنه تواصلوا وياي وقدموا لي هدية، وأنا طبعا جدا أعتز بيها. والله والنعم. وطبعا دعيتهم وصلاح الدين ووعدوني راح يجون ودعوني وراح اروح لهم ان شاء الله. فهنا انا كلش فرحان بهذا الموقف.
بارك الله بيك وبارك الله بشباب الكاظمية على هاي المبادرة الجميلة. حقيقة الموقف اللي سويته جدا راقي، وطبعا يعني هذا الموضوع بصراحة أنا من الناس اللي أتألم جدا من أسمع أنه إنسان يعني متعرض للحادث والناس تقف يمه وما حد يشيله، أو بحجة أسباب غير منطقية وغير واقعية. فمن خلال قناتي المتواضعة أتمنى أن توجه رسالة للناس اللي ما يسعفون المصابين. والله رسالتي هي اعقلها وتوكل. ما دام أنت ناوي على فعل الخير لا تخاف من أحد. العشائر وياك والقانون وياك، وبالعكس ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. وبالنسبة للناس اللي تتحجج، فهو احنا اكو مقولة تقول الإناء ينضح ما فيه، فاسمح لي أعدل عليه. أريد أقول لك الإناء ينضح ما ملئ به. أنت شو توارثت من عادات ومن تقاليد ومن مجتمعك اللي أنت بيه، هنا أنت راح تنضح بيهن للمجتمع وراح تقدر. فعاد أنت شو تعلمت؟ تساعد الناس ولا ما تساعدهم؟ أما من ناحية العذر الشائع والحجة اللي الكل دا يتحجج بيها أنه العشائر والقانون، فوالله أستاذ عمار إذا على العشائر فإحنا كنا ولد عشائر، كنا تربينا بدواوين، والعشيرة هي عبارة عن قانون مصغر تمشي على العشيرة. ماكو أي شيء يدل على أنه العشيرة راح تحاسبك وأنت مساعده إلا إذا كنت أنت مقصر فعلا. أما بالنسبة للشيوخ اللي هم قلنا دخلاء واللي يعرضون لك مسألة قانونية، فإحنا كنا ولد شيوخ وكنا ولد عشائر، وماكو واحد راح يعوفونه عشيرته وشيخه إذا هو كان مظلوم. العشيرة ما تقف وياك إلا بشغلتين، بس من تسرق وبس من تعتدي على أعراض الناس، هنا العشائر ما توقف وياك. أما بغير شيء حتى وإذا أنت عايل هم راح يتدخلون حتى يصلحون فعلا، وحتى يحافظون على النسيج المجتمعي. فأنت اطمئن من هاي الناحية. بعدين أنت ليش من خايف من القانون؟ يعني ما أنت أكو أكثر من دليل تقدر تثبت براتك بيه. سيارتك ما بها أثر صدمة، الكاميرات الحكومية اللي موجودة بالشوارع، الكاميرات الأهلية اللي موجودة على المحلات، الناس اللي مارة. أضعف الإيمان تقدر تطلع موبايلك وتصور الحدث قبل لا تشيله، تقول يا بشهد ترى هذا متعرض للحادث وأنا راح أساعده في حال أنه هو تعرض لفقدان الوعي أو للوفاة لا سامح الله. فأنت تقدر تحصن نفسك، يعني ماكو داعي لهاي المخاوف. بارك الله بك الغالي أستاذ عمر، وجزيل الشكر أعطيتنا من وقتك، وسعيد جدا حقيقة بلقائك. حياك الله أستاذ عمار، أنا إلي الشرف بمعرفتك، وإن شاء الله كسبتك أخ وصديق قبل لا أن مجرد لقاء بسيط. أتشرف بك يا طيب. حياك الله أستاذ عمار. بارك الله بك. الله يحفظك وسهلا. الله يحفظك. حياك الله أستاذ. الله يبارك فيك. مثل ما شفتوا حبايبي، هذه فائدة الإنسان الواعي بالأعراف العشائرية واللي محصن نفسه بالمعلومات عن القانون. فهذا الموضوع جدا مهم ومتعلق بأرواح الناس، ولذلك أريد أضيف بعض الملاحظات المهمة أيضا. أولا، كثير من المذاهب ذهبت إلى أنه إذا شفت حادث وما أسعفت ومات الشخص فحكمك حكم من قتل نفسا بالخطأ، والبعض الآخر ذهب إلى أنه إثم ووزر عظيم ستحاسب عنه أمام الله. ثانيا، أكو مثل عند أهلنا يقول العذر أقبح من الصوت، فأنتوا اللي تتحججون بأنه راح تنسجن إذا أسعفت المصاب. معقولة تقدر تنام وأكو عائلة انفجعت بسبب تخاذلك وخوفك من السجن؟ فشنو من ضمير عندك؟ ثالثا، الشرطة من يوقفوك ويستفسرون منك المفروض تشكرهم، لأن غايتهم أن يصلون للشخص اللي دعمه وانهزم مثلا، مو معناها أنت مجرم. وبعدين أكو أدلة جنائية وسيارتك ما بها أي أثر للحادث، فمن شنو خايف؟ رابعا، الحكومة والقضاء وشيوخ العشائر الأصلاء من كافة القبائل بظهرك، وانت بعدك خايف من بعض الحثالات اللي يسوون نفسهم الشيوخ اللي ما يعرفون أصلا شنو الحظ والبخت لا يقاضوك، علما أنه 90% من الناس اللي حتى لو مات ابنهم يعوفون ابنهم ويروحون للمركز ويطلعون المسعف ويتشكرون منه ويتعاملون معه بأعلى درجات الاحترام والتقدير. فليش عفت 90% من الناس الطيبة اللي تكرم المسعف وركزت على بعض الحالات النشاز اللي حدثت هنا وهناك من بعض الناس اللي ما عندهم غيرة ولا مبدأ ولا دين ولا شرف خصومة؟ وخير دليل على ذلك القصة اللي صارت ويا الأخ عمر القيسي وإكرام عائلة الأخ علي، وتعاملوا وياه بأعلى درجات الإحسان والإكرام والتقدير والاحترام. ختاما، والأعظم من كل الأمور اللي ذكرناها، يكفي أن تتذكر بذلك الموقف قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سلامتكم.